انت لسه لحد دلوقتي لما بتدخل السوبر ماركت بتروح عند الرف ده، خلي بالك انك ممكن تكون واحد من اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي. النهارده جالي 2 اخوات، بنت عندها 16 سنة وللأسف بتعاني من مشاكل كبيرة جدا، وأهمها هي تكيسات المبيض. أيوة زي ما سمعت كده، 16 سنة وبتعاني من تكيسات المبيض. بنت عندها 16 سنة لسه في بداية البلوغ بتعاني من تكيسات المبيض، زيادة في السمنة المفرطة بشكل كبير جدا وخصوصا منطقة البطن. ولو انت ما تعرفش مضاعفات المرض ده ممكن يخليها طول حياتها بتعاني من مشاكل الإنجاب، طول حياتها هتعاني مع الدورة الشهرية، وللأسف ممكن ينتهي بيها الحال كمان انها يحصل لها سرطان في بطانة الرحم. والأساس كان الأكل الغلط، اللايف ستايل الغلط. لو انت راجل وبتتفرج على الفيديو ده وقلت خلاص انا ماليش دعوه بموضوع التكيسات، حابه اقول لك ان اخوها عنده 12 سنه بيعاني من نحافه شديده، وزنه لا يتخطى ال 40 كيلو بسبب مشاكل كتيره جدا في المعده، ابتدت بمغص وانتفاخات ومش قادر ياكل اي حاجه، وانتهى بينا الحال ان احنا اتاكدنا ان هو بيعاني من جرثومه المعده. وللاسف لو انت ما تعرفش ان مضاعفات جرثومه المعده هو سرطان في المعده، لازم نخلي بالنا كويس جدا. جرثومه المعده معديه، ممكن تنتقل من شخص لاخر، كلنا ممكن نصاب بجرثومه المعده في اي وقت، وخلي بالك انها مضاعفاتها مش بسيطه. والاساس كان الاكل الغلط، اللايف ستايل الغلط، اللي هما الاتنين عايشين في بيت واحد، هما الاتنين عايشين بيه. للاسف اللايف ستايل الغلط ابتدى من اول ما دخلنا السوبر ماركت واشترينا كل المنتجات دي. وانت داخل السوبر ماركت ابعد عن الرف اللي مليان سمن مهدرجه، الرف اللي مليان زيوت مهدرجه، كل انواع الزيوت المهدرجه ابعد عنها تماما، حتى لو كانت رخيصه وفي متناول ايديك ابعد عنها تماما. وانت داخل السوبر ماركت ابعد عن التلاجة اللي مليانه منتجات نص مقليه وربع مقليه ونص مصنعه، وكل المنتجات دي ابعد عنها تماما. تالت حاجه واهم حاجه اللي موجوده في كل بيت، ابعد عن كل مكعبات المرقه لانها خطيره جدا. الحاجات دي كلها ما بتحملش فيها الا مجموعه من inflammatory agents، وهي غنية جدا بمركبات الصوديوم مونوصوديوم جلوتامات، ودي مادة خطيرة جدا بتحبس مية بشكل كبير جدا في جسمنا، كمان مليانة زيوت مهدرجة لا حصر لها. هي دي أول وأساس كل الامراض اللي احنا دلوقتي اولادنا بيدفعوا ثمنهم. دلوقتي بقى في بنات بتعاني من تكيسات من وقت البلوغ، للاسف في بنات كتير جدا بتعاني من مشاكل صعوبه جدا في الانجاب بسبب اللايف ستايل، والبدايه كانت سمنه شديده بسبب. خلي بالك ان مضاعفات الامراض دي خطيره جدا، بتبتدي من الاطفال للكبار، كلنا هنعاني، مفيش حد ابدا مش ممكن يعاني.